الشيخ الذي ينسب إلى نفسه الإسلام لم يتعلم من كتاب الله فضائل الآية التي تقول: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أنا لا أستطيع أمام مشهد زينب الحسني الآن أن أقول لأمها لا تطلبي النجدة. أما الشعوب المناصرة لكرامة الشعوب فتحركت مشاعرها على وقع الفاجعة، وبدأت المظاهرات هنا وهناك تحت تسميات مختلفة لم يكن أولها نصرة زينب ولا آخرها صلاة الغائب على روحها. في حين منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الأممية التي يفترض أن تدين بناء على الأدلة القاطعة سارعت إلى مطالبة الأمم المتحدة بإجراء تحقيق في دور السلطات السورية باغتيال زينب، بعد أن اتهم نائب مدير المنظمة جو ستورك قوات الأمن السورية بقتلها والتمثيل بجثتها. فينا على حالك؟ اسمها زينب عمر الحسني، مواليد 93 1/1. اسم أمي فتاة ملوك وأبي عمر الحسني، ساكنين بحمص باب 17 حشفوزة الأصيري. شو تاريخ اليوم؟ اليوم 3/4/2011. لساتك زينب ساكنة بنفس العنوان؟ لا، طلعت منه، رحت لعند أحد من أقربائي من دون معرفة أهلي أو حدا.